عيد ميلادك، يوم لطيف والجو حلو، وخطيبك أخيرا هيخرجك الخروجة اللي وعدك بيها من أول الخطوبة. وها أنتم الآن ماشيين في شوارع وسط البلد، تدخلوا من شارع وتخرجوا من شارع، والشوارع كلها شبه بعض وعمالين تلفوا في دايرة. بصيتيله في منتهى الهدوء والاتزان ومن غير أي عصبية وقلتيله: شكلنا تهنا يا حمادة، سيبك من الجي بي اس اللي انت بتبص فيه ده، واسأل أي حد ماشي على العنوان، خلينا نخلص، أنا تعبت، أنا لابسة كعب يا مفتري. وفجأة حمادة بلع ريقه وتوتر وعرق كأنك طلبت منه يرمي نفسه من فوق الكوبري، مش مجرد انه يسأل حد على العنوان. ليه كده؟ يعني ليه حمادة خاف من حاجة بسيطة جدا زي دي؟ ومش بس حمادة على فكرة، يعني في ناس بتخاف من حاجات عبيطة جدا، زي مثلا انه يرد على مكالمة تليفون، او انه يطلب قصة معينة من الحلاق، او حتى انه يطلب الباقي من سواق الميكروباص. الناس العادية بتعمل الحاجات دي كل يوم، لكن ابطال قصتنا النهاردة بيعيشوا في رعب، رعب حقيقي. القلق الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي. والحقيقة ان الرهاب الاجتماعي او السوشيال فوبيا هو نوع من انواع القلق، لكنه لما يزيد عن حده ويبدأ يبوظ حياتنا نبدأ ساعتها نقول عليه رهاب اجتماعي. وعشان نتعرف عليه اكتر خلينا نرجع خطوة لورا. يعني ايه رهاب اصلا؟ الرهاب هو خوف غير منطقي. يعني ايه برضو؟ يعني تخاف من حاجة وانت عارف انها مش خطر، بس جسمك يبدأ يتصرف كأنها نهاية العالم. يعني مثلا لو صرصار طلع على ايدك فجأة، الطبيعي انك تخافي ويمكن تصرخي، لكن لو بعد ما مشي فضلت تغسلي ايدك بديتول كل 5 دقايق وبطلتي تدخلي الأوضة اللي كان فيها الصرصار، يبقى الوضع مش طبيعي. وعلى فكرة الأشخاص اللي عندهم رهاب هم عارفين فعلا إن خوفهم مش منطقي، هم بس مش قادرين يسيطروا عليه. يعني أنت عارفة إن الصرصار مش هيأذيكي، ومع ذلك جسمك بيتعامل معاه كأنه أسد. والخوف ده نفسه مش جاي من تفكير واعي أو منطقي، ده جاي من غريزتنا، من السيستم اللي شغال بيه مخنا البدائي. طيب هو الرهاب ده أصلا بيجي منين؟ يعني ليه في ناس عندها الرعب ده وفي ناس تانية لأ، ما عندهاش، عايشة حياتها عادي؟ أبسط تفسير لده هي حاجة اسمها التعلم الترابطي. يعني مثلا لو حصل لك موقف مؤلم وكانت الدنيا ضلمة، عقلك هيربط بين الألم ده وبين الضلمة، وكل مرة النور هيطفي هتحس بنفس الإحساس المؤلم اللي حسيت بيه. أو تخيل كده وانت ماشي في الشارع مثلا ومجموعة كلاب طلعوا يجروا وراك، بعدها كل مرة هتشوف كلب مخك هيشغل جهاز الإنذار وتلاقي جسمك فجأة دخل في حالة طوارئ. وده بيحصل عن طريق جزء صغير قوي في دماغنا اسمه اللوزة الدماغية، ودي هي مخزن الذكريات المرعبة في دماغنا. يعني لما الكلب هاجمك، اللوزة دي سجلت المشهد وهتبدأ تعلق لك نسخة منه في كل زاوية في مخك، فبقيت كل ما تشوف كلب حتى لو هادي وأليف جسمك يتشنج وتحس بالخطر. المشكلة إن ده مش بس بيحصل من تجاربنا الشخصية. في تجربة عملوها على شمبانزي جابوا له تعبان لعبة، وكل مرة كانوا بيعرضوا عليه التعبان كانوا بيعرضوه لشعور مزعج زي صدمة كهربية أو أكل طعمه سيء. فالشمبانزي بدأ يربط بين التعبان وبين الشعور المزعج، وبقى يخاف لوحده كل ما يشوف التعبان. والمفاجأة إن كان في قرود تانية بتتفرج بس محدش تعرض لأذى، محدش اتكهرب، وبرضه بدأوا يخافوا من التعبان من غير حتى ما يتعرضوا لأي حاجة. يعني إحنا بنتعلم الخوف من اللي حوالينا، خصوصا الناس اللي بنثق فيهم. لو الطفل مثلا شاف والدته بتصرخ لما تشوف فار، بنسبة كبيرة هو كمان هيخاف منه. طيب هل نقدر نتخلص من الرهاب؟ نظريا أيوه. في علم النفس حاجة اسمها الانقراض، مش بتاع ديناصورات، لا، الانقراض هنا يعني إن المخ يبطل يربط بين الحاجة والخطر لو تعرضنا ليها بشكل آمن ومتكرر ومن غير ما يحصل لنا حاجة. بس للأسف في أنواع رهاب صعبة شوية زي الأجورافوبيا، ودي مش بس الخوف من الأماكن المفتوحة زي ما ناس كتير فاكرة، لكن كمان هي خوف من إنك تكون في مكان وتحس إنك مش هتعرف تهرب منه، أو مش هتلاقي حد يساعدك لو حصل حاجة. وعشان كده في ناس بتوصل لمرحلة إنهم ما يخرجوش من البيت خالص، خصوصا لو الموضوع مرتبط بالبانيك أتاكس اللي بتحس فيها فعلا إنك غرقان في الخوف، نفسك بيبدأ يتقطع، قلبك بيدق بسرعة، كل حاجة حواليك بتبقى ضغط عليك وعلى قلبك. واحدة وصفت البانيك اتاكس وقالت: بحس اني بتعصر جوه كورة، مش قادرة اتنفس ولا اتكلم. وده على فكرة مش تمثيل ولا دراما، ده عقلنا وهو حاططنا على وضع الطارئ وبيحاول يحمينا. نيجي بقى لنوع ناس كتير بتعيشه، ويمكن انا كنت في وقت من الاوقات واحد من الناس دول: الرهاب الاجتماعي. النوع ده مش خوف من الناس بس، ده خوف من نظرتهم ومن حكمهم علينا ومن اننا نغلط قدامهم. الموقف اللي حكيناه في الاول، حمادة كان خايف من ايه؟ كان خايف من السؤال نفسه، ولا كان خايف من انه يبان مش عارف قدام الناس وقدام خطيبته؟ المشكلة مش في الناس ولا في خطيبته، المشكلة انه شاف نفسه من عيونهم وما عجبوش اللي هو شايفه. الرهاب الاجتماعي بيبدأ من هنا، بتتكلم في التليفون ومش شايف رد فعل اللي قدامك فتتوقع انه مستاء منك او زهقان من الكلام معاك. واقف في طابور وفي ناس وراك، تحس انك معطلهم وكأنك انت السبب.
تيجي تطلب اوردر تخاف تنطق الاسم غلط، وده بنسميه قلق الأداء. طيب ايه اللي بيخلي حد يتأثر بالشكل ده؟ في أسباب كتير. لو مثلا الأهل دايما بينتقدوا، الدماغ بتتعلم تخاف تغلط. ولو بيخافوا على ابنهم قوي وبيحموه من أي تجربة، الشخص بيكون عمره ما واجه مشاكل فبيتشل أول ما يغلط. أو حتى جملة زي خليك بعيد عن الناس وحشة وهيأذوك، الجملة دي لو اتقالت لك كتير وانت صغير ممكن تكبر وانت متوتر من الناس كلها. الناس اللي بيعانوا من الرهاب غالبا بيعملوا حاجة اسمها السلوك التجنبي، يعني يهرب من الموقف اللي بيخوفه، وده بيريحه شوية، لكن في الحقيقة ده بيغذي الرهاب أكتر ويخليه يزيد. بالظبط زي لو عندك فار في أوضة وقررت تقفل عليه الأوضة وتتجاهله تماما، انت ما خلصتش منه، بالعكس انت سمحت له يخرب الأوضة أكتر. القلق الاجتماعي واضطراب الهلع والرهاب من أكتر أنواع القلق المنتشرة في العالم، وده عشان احنا كبني آدمين دايما عايزين نرضي الناس، ودماغنا بتحب السلامة وبتخاف من الإحراج. واللي بيحصل إننا بنبدأ نعيش في كابوس ما حصلش أصلا، ونتخيل سيناريوهات وهمية إحنا في غنى عنها. وعلى فكرة، الشخص اللي بيكلمك دلوقتي حابب يقولك إنك بتسمع النسخة رقم 28 من الختمة دي، ولسه مش متأكد إذا كانت هتعجبك ولا لأ. فحتى أنا كنت قلقان. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشاركني برأيك في الكومنتات وتشترك في القناة، وبس كده. أشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.